هو الليزر بتاع الشعر بيشتغل ازاي؟ وهو ليه في جلسات غالية وجلسات أرخص؟ وهو ايه الفرق ما بين الأجهزة؟ هو أنا بروح أعمل جلسة واحدة وخلاص وخلص، ولا بفضل طول عمري أعمل؟ كل ده تعرفوه بعد الانترو، فيلا بينا حطوا لايك ومستنياكم هناك. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه. معاكم دكتوره عزه شعبان جوده، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل غير الجراحي. النهارده هنتكلم على الليزر هير ريموفل او ازاله الشعر الجسم بالليزر، وليه الليزر بيستخدم اكتر من مره، ايه طبيعه الشعرايه عشان اعرف ايه نوع الليزر اللي هيأثر فيها، ايه الفرق ما بين الاجهزه، وليه في جلسه غاليه وفي جلسه ارخص شويه، وامتى ابدا اعمل الليزر للاطفال. يلا بينا. خلينا في الاول نعرف ايه طبيعه الشعرايه، والشعرايه بتتكون من ايه عشان افهم الليزر ده بيشتغل ازاي. انتوا عارفين الشعره بالظبط زي الزرع ليها جزء جوه التربه وجزء من بره، كذلك الشعر ليها جزء تحت جلد او جوه جلد، وليها جزء خارجي من بره. لما باجي اعمل ازاله بالشمع وبالسويت وبالفتله والملقاط، انا بشد الشعرايه كلها من جدرها وبتطلع تاني، مع ان الزرع لما بشيلها من جدرها ما بتطلعش تاني. طب ايه اللي بيخلي الشعرايه تطلع تاني؟ اللي بيخلي الشعرايه تطلع تاني هو حاجه موجوده تحت، انا بقولها بالبلدي كده، مامة الشعرايه، البيزل ستيم سيل اللي جنب الشعرايه. كل لما الشعرايه تقع تقوم مامتها مطلعه شعرايه تانية جديده. عشان كده كل لما بعمل سويت او شمعه او فتله بشيل الشعره من جدرها وبلاقيها بعد شويه طلعت تاني. طب ايه الفرق ما بين ان انا اشيل الشعر بالفتله والسويت وبين الشيفنج؟ هو صحيح الشيفنج بيزود الشعر، الشيفنج مش بيزود الشعر ولا حاجه. انا لما بشيل الشعرايه بالفتله والشمع والسويت، انا بشيل الشعرايه من اول تحت لغايه فوق، فبتاخد فتره عشان تتكون من اول تحت لغايه فوق الجلد. انما لما بشيل بالشيفنج انا بقص بس الجزء اللي من فوق الجلد، فطبيعي ان الشعرايه تحت الجلد مباشره انا مش شايفاها، ولسه المنبت بتاعها باين، فهتبدا تطلع على طول. انا بيتهيألي ان هي شعرايه سميكه، ليه؟ لان انا شلتها بنفس القطر بتاعها زي ما هي، طلعت زي ما هي. طب ليه بتشكوكني او بتعمل لي التهاب وشعر مدفون؟ عشان الحرف بتاع الشعرايه حامي، انا قصيته وهو كان سميك، فلما قصيته بقى حرف حامي، فيقوم وهو بينمو يحك في جلدي فيوجعني. عشان كده من الافضل ان انا وانا بعمل شيفنج ان انا اعمله مع اتجاه الشعر مش عكس، عشان دايما يفضل الشعرايه نايمه على الجلد. ده في الشمع والسويد. الليزر بقى بيعمل ايه؟ الليزر ما بيموتش الشعرايه وما بيشيلش الشعرايه من مكانها. لو كان بيموت الشعرايه كنت هعمل جلسه واحده وخلاص، لكن انا بعمل عدد من الجلسات. ولا هو بيشيل الشعرايه من مكانها. لو كان بيشيل الشعرايه من مكانها كان هيبقى الليزر زيه زي الشمع والفتله والسويت. انما هو بيعمل ايه؟ الليزر عباره عن طاقه او حراره بالبلدي. الطاقه دي ليها حاجه بتستقبلها، حاجه بتشفطها، زي لعبه الدارت. عارفين لعبه الدارت لما برمي السهم في قدامي حاجه برمي عليها؟ نفس الفكره في الليزر. الليزر طاقه قدامها كروموفور يستقبل الطاقه دي او يشفط الطاقه دي، وهو اللون الاسود بتاع الشعرايه. اللون الاسود بتاع الشعرايه اللي بيشفط الطاقه ده بيخلي الشعرايه تتحروق، تضعف، نموها يبطأ. مع عدد من الجلسات انا هاجي النهارده اديها بالبوكس واديها شويه طاقه تضعفها واروح، واديها شويه طاقه تضعفها واروح، واديها شويه طاقه تضعفها واروح على مدار الجلسات. فهتبدا الشعرايه تبقى ضعيفه، فهتوصل الشعرايه من بقت شعرايه سميكه وبتاخد فتره قصيره جدا عشان تطول لشعرايه رفيعه جدا انا مش شايفاها بتاخد فتره طويله على ما تبان. كمان لو كان عندي 100 شعرايه بخلص وانا عندي 20 شعرايه، يعني تارجت الليزر هو 80% ازاله من الشعر اللي موجود في المنطقه. وطبيعه الشعرايه اصلا اتغيرت من شعرايه سميكه لشعرايه وبريه ورفيعه جدا اكاد اكون مش شايفاها. خلي بالكم ان احنا في كل اللي احنا بنعمله من الجلسات، طنط مامة الشعرايه شعرايتها زي ما هي، ما حسيتش ان بنتها مش موجوده، فاذا مش هتطلع لي شعرايه جديده. لان انا لو انا بقى وانا بعمل الليزر قلت ايه كده،
ما اجرب اعمل بالسويت ولا بالشمع، اصله بيفتح المكان يعني زي ما اهلنا بيقولوا. فهعمل ايه بقى؟ هشيل الشعرايه اللي انا كل شويه اديها بالبوكس واروح. مش انا كل في شعرايه هي نفس الشعرايه اللي انا بديها بالبوكس واروح، شلتها. اذا طنط مامت الشعرايه لقيت بنتها مش موجوده، هتعمل ايه؟ هتطلع شعرايه تانية. لا ادينا بعض بالبوكس ولا اتخانقنا مع بعض ولا هي استقبلت اي طاقه من طاقات الليزر. فايه اللي هيحصل؟ هنبدا الجلسات من اول وجديد. يبقى اذا مع ازاله الشعر بالليزر الوسيله الوحيده اللي ينفع اشيل بيها الشعر هي اني اجزه من فوق، اشيل الجزء السطحي اللي من فوق الجلد فقط، عشان اضمن ان طنط مامة الشعرايه ما تحسش باي تغيير، تفضل هي نفس الشعرايه اللي انا بشتغل عليها، وبالتالي احصل على نتيجه عاليه. يعني هعمل ايه؟ هعمل شيفنج. طب يا دكتوره وده مش هيزود الشعر؟ اولا احنا لسه قايلين الشيفنج مش بيزود الشعر. طب ومش هيخلي لي الشعرايه خشنه؟ طب هو احنا بنعمل ليزر ولا بنعمل شيفنج؟ احنا الوسيله الاساسيه بتاعتنا ايه؟ هي الليزر. فما تقوليليش الشيفنج هيعمل وهيعمل، ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان نضمن ان الشيفنج بتاعنا ما يعملناش اي اثار جانبيه، يبقى زي ما قلنا ان احنا هنشيل الشعر مع اتجاه الشعر مش عكس، يعني مع الاتجاه مش عكسه، عشان ما خليش الشعر يبقى من جوه الجلد، حرف الشعر ما يبقاش جوه الجلد فهو طالع يعمل لي التهاب ويشكوكني. رقم اتنين وهي مهمة جدا، ان قبل ما اعمل ازالة للشعر بالشيفنج لازم انضف المكان كويس قوي، اغسله بالميه والصابون كويس جدا، واعمل له سكراب خفيف عشان اشيل البكتيريا والجلد الميت والتراب واي حاجه موجوده، عشان المكان اللي انا عملت له شيفنج ده يفضل نظيف، لا يحصل فيه التهاب ولا يجي لي حبايه مع الشعرايه ولا يحصل لي ان شعرايه بقت تحت الجلد. وكمان هقلل جدا جلد الوزه، لو كان انا من طبيعه جلدي ان يحصل لي جلد الوزه هيقل جدا، خاصه لو عملت رقم 3 وهو اني بعد اي ازاله للشعر باي وسيله كانت احط كريم مضاد للالتهاب مره او مرتين في اليوم لمده يومين، مع الكريم الترطيب اللي هحطه مرتين في اليوم لمده يومين، وبعد كده هستخدمه كل يوم ارطب جلدي. كده انا منعت جلد الوزه تماما، خاصه لو كنت بعمل ازاله للشعر، خاصه بقى لو بالجهاز اللي هو بيستخدم شعاع الديود. هنا هنيجي للنقطه اللي بعد كده وهي انواع الاشعه بتاعت الليزر اللي بتشتغل على الشعر. اشرح لكم تاني ازاي الديود بيحسن من جلد الوز، بس الاول نتعرف على انواع الاشعه. اول شعاع وهو شعاع الالكسندرويد، تاني شعاع وهو شعاع الديود، وتالت شعاع هو شعاع الاندياج. شعاع الالكسندرويد موجود في اجهزه زي الدكه والكانديلا والساينوشور وكمان الكوانتم، واحيانا بيكون معاهم شعاع تاني وهو الاندياج. من مميزات شعاع الالكسندرويد ان هو شعاع سطحي، اختراقه للجلد من فوق، يعني بيشتغل فوق على سطح الجلد من فوق، فحلو قوي قوي للشعرايه الرفيعه، وممكن كمان يشتغل على الشعرايه البني، يعني لو درجه لون الشعرايه لونها بني ممكن الالكسندرويد يجيبها. انما من عيوبه لانه سطحي ومن فوق، زي ما الكروموفور اللي هو اللون بيشفط الليزر، هيشفط مين كمان اللي هيشفط؟ الجلد نفسه، خاصة لو الجلد غامق. يبقى عشان الالكسندرويد بيشتغل فوق، فزي ما هيقرا الشعر هيقرا الجلد، فعشان كده معاه ممكن درجة لون الشعر تغمق شوية، ولو البشرة غامقة هتغمق اكتر، او ممكن يحصل لها بعض انواع الحروق من الشعاع الليزر. فالافضل ان احنا نستخدم الالكسندرويد مع الشعر الرفيع في البشره الفاتحه. الشعاع الثاني اللي مع نفس الجهاز اللي هو الاندياج، اللي ممكن بعد الناس تستخدمه للبشره الغامقه، هو بيستخدم للبشره الغامقه لانه امن على البشره الغامقه، ولكن هو اقل شعاع في الليزر ممكن يعمل نتيجه على الشعر، يعني اضعف شعاع ممكن يشتغل على الشعر خاصه في البشره الغامقه. ليه يا جماعه؟ لان ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا بشرتي غامقه وهعمل بشعاع الالكسندرويد، فانا في الاول بعمل بحراره مظبوطه على سمك الشعرايه،
مشكلتي بقى لو كانت الشعرايه كمان بدات ترفع او الشعرايه من الاول رفيعه، فانا محتاجه ازود الطاقه، لان احنا قلنا الليزر ده زي لعبه الدارت، فكل لما كانت الدايره بتاعتي كبيره يعني سمك الشعرايه كبير، كل لما بقى سهل عليا ان انا انشن. كل لما الشعرايه رفيعه او الدارت بتاعتي صغر، كل لما بقى صعب عليا انشن. فكل لما الشعرايه ترفع محتاجه ان انا ازود الطاقه بتاعه الجهاز، محتاجه ازود الفلونس بتاع الجهاز. فلو الشعرايه رفيعه محتاجه ان انا بالالكسندرويد ازود الطاقه. مشكلتي فين؟ قلنا لو البشره غامقه، لان جزء كبير جدا من الطاقه هيروح للجلد، وبالتالي هغمق زياده او هتحرق. ساعتها بنروح عاملين ايه؟ لو معايا شعاع تاني اللي هو الانزياج، بعلي الانزياج وبقلل الكسندرويد. وهنا بيحصل حاجه اسمها ريزيستنت هير، ان شعر بدل ما بيقل بيزيد، لان انا قللت له الحراره. كنت بعمل بحراره عاليه وبعدين قللتها، فتيجي ناس كانت عامله بانواع ليزر غاليه جدا وجلسات غاليه جدا، ولكن الشعر بعد عدد من الجلسات بدا يزيد او ما يستجيبش للاجهزه. ليه؟ لان هي من الاول بشرتها غامقه، وكان من المفضل انها تستخدم نوع الليزر الثاني اللي هو الديود. شعاع الديود هو من الاشعه اللي اختراقها تحت، يعني بتخترق ديب. عشان كده الجهاز الديود بنمسكه بيبقى نايم على سطح الجلد من بره. ليه؟ لانه بيشتغل تحت. له ميزه برضو وله عيب. الميزه بتاعته انه ما لوش دعوه بالجلد، هو امن تماما على سطح الجلد، فممكن اشتغل بيه للبشره الغامقه. لكن مشكلته انه الشعرايه الرفيعه مش بتاعته، مش هيشوفها. فعشان كده لو انا شعرايتي سميكه، بشرتي فاتحه او غامقه، ممكن اعمل بالديود. لو انا شعرايتي رفيعه وبشرتي فاتحه، هعمل بالالكسندرويد. طب لو شعرايتي رفيعه وبشرتي غامقه، هعمل برضو بالديود عدد من الجلسات. وبعد كده لو وصلنا ان احنا الديود مش بيأثر على الشعرايه الوبريه دي او الشعرايه اللي بقت رفيعه، يا اما هنقف لغايه كده احنا خلاص يعني هو ده الماكسيمم بتاعنا، او هنكمل بالالكسندرويد نستحمل الغمقان اللي هيحصل. طب لما انا كده كده هكمل بالالكسندرويد او بالاجهزه الثانيه، طب ليه من الاول ما عملتش كده؟ ليه؟ لان انا مع شعاع الالكسندرويد لما بعمله على البشره الغامقه كل مره بغمق ازيد، فكل مره درجه لون الجلد بتاعتي بتغمق اكتر، فانا بقلل الغمقان بتاع الجلد لعدد كبير من الجلسات لغايه ما الشعرايه تبقى رفيعه وشعاع الديود ما يقراهاش، فاروح اكملها بالالكسندرويد. يعني بوفر على نفسي حاجتين، بوفر على نفسي ان انا اغمق زياده، فيبقى ساعتها الالكسندرويد مش هينفع معايا اصلا، وفر على نفسي كمان باكج الفلوس. يعني انا هدفع جلسات تكون سعرها اقل شويه، واعمل بيها الشعر اللي كثافته كبيره، المنطقه الكبيره، لغايه لما الشعرايه تبقى رفيعه، وبعد كده هروح اكمل بالالكسندرويد. ساعتها الجلسه هتبقى ارخص كتير، لان كميه الشعر قلت، عدد الشعرات قلت، عدد البلاصات اللي هاخدها هتبقى اقل كتير. نيجي للنقطة اللي أنا قلت لكم، هو إشمعنى جهاز الديود بيعمل ريجوفينيشن أو نضارة للجلد أو بيحسن جلد الوزة؟ لأن زي ما قلت لكم جهاز الديود بيمشي على سطح الجلد الخارجي، شوية الحرارة اللي بيعملها الديود على سطح الجلد اللي من بره بيعمل لي شوية نضارة، فبيحسن لي التئام الجلد، بيحسن لي الجلد الوزة لو فيه، بيقلل جلد الوزة. وكمان لو فيه حبوب، لو أنا بعمل على الوش خاصة في الرجالة لو في حبوب أو شعر مدفون، بيقلل الالتهاب اللي بيحصل في الفوليكلز أو في البصيلة بتاعة الشعراية. في رجالة بيبقى عندها شعر مدفون تحت الجلد وبيبقى عندها حبوب في وشها وبتحب تعمل ليزر عشان ما تعملش حلاقة كل شوية فيحصل التهاب متكرر. فلما بنعمله بشعاع الديود، أولا الألم أقل، تكلفة الجلسة أقل، الغمقان أقل، رقم 2 هو آمن على الجلد، رقم 4 التئام الجلد نفسه بعد الجلسه هيكون احسن، لان الالتهاب اللي موجود في البصيله بتاعت الشعرايه هيقل. طيب يا دكتوره انا دلوقتي خلاص قررت هروح اعمل جلسه، هعمل ايه؟ اول حاجه يفضل ان المكان اللي هتعملي فيه الدكتوره تشوفك بالشعر زي ما هو الاول عشان تحدد الفلوينس اللي هتبدا عليه. يعني مره نروح نعمل كشف ونشوف ايه الجهاز المناسب لينا عشان نختار صح من البدايه وما نجيلناش بمشاكل بعد كده.
بعد كده المره الثانيه اللي انا هعمل فيها السيشن ساعتها هنكون عرفنا لو كان الشعرايه رفيعه قوي وفي مكان عاده ما فيهوش شعر، يعني مثلا لو واحده عندها مقاومه انسولين وبيطلع لها شعر في الدقن، فيفضل ان هي ما تعملش توتال شيفنج، يعني ما شيلش الشعر تماما. ليه؟ عشان عاده او في اغلب الناس بيكون الحته دي ما فيهاش شعر، انت جايه لي بتقولي لي الحته دي فيها شعر، فانا هعمل ايه؟ هعمل عليها، فلازم ابقى شايفه حدود المنطقه اللي انا هشتغل عليها. يعني انا هشتغل هنا بس، مش هشتغل هنا ولا هنا. ليه؟ لان انا لو جبت بالليزر على مكان ما فيهوش شعر ده هيطلع شعر، لازم الطاقه تكون مناسبه للمكان اللي هتروح له. لو شعرايه رفيعه قلنا بتحتاج طاقه اكبر، طب لو مكان ما فيهوش شعر اكيد هيحتاج طاقه اكبر واكبر، ساعتها هتبقى الطاقه اقل من المكان، فايه اللي هيحصل ستيميوليشن للهير والمكان هيطلع فيه شعر. يبقى رقم واحد لازم اكون محدده فين انا هعمل بالظبط. فشيفنج بسيط اعمله قبل الجلسه بيومين، لو كان المكان ريجولار عادي بيطلع فيه شعر زي اي حته زي البيكيني والاندر ارم معروف حدوده فين. لو مش معروف حدوده فين هعمله قبل الجلسه باسبوع عشان يبقى منبت وباين مكان. طيب قبل الجلسه على طول ممكن احط كريم مخدر، ممكن احط الالترا كين جل. ليه الالترا كين جل افضل من البريدوكاين؟ لانه ما بيعملش التهاب في الجلد، كمان ما بيعملش احمرار، لان الاحمرار ده لما بيجي عليه ليزر بعد كده ممكن اغمق. يبقى الافضل هو ان انا استخدم البريدوكاين جل قبل الجلسه بساعه واحطه واعمل له مساج كده خفيف عشان الجلد يشربه. ولما تروحي العياده حطي طبقه كمان، ده هيخفف كتير الالم. بعد الجلسه حاجه مهمه جدا، لازم اخفض الحراره في المكان اللي عملت فيه الجلسه واللي حواليه. في سايد افكت بيحصل مع جلسات الليزر، هو اني الاقي مثلا في الاندر ارم نزل تحت شويه الاقي شعرايه رفيعه طالعه، حته ما كنتش بعمل فيها ليزر، يعني انا بعمل ليزر هنا في الوش الاقي شعرايه هنا رفيعه طالعه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان تسربت حراره، الحراره دي مش محكومه يا جماعه، دي طاقه انا ما اقدرش احكمها، فهيتسرب جزء بسيط من الحراره وانا شغاله على الجناب اللي انا مش بعمل فيها ليزر اصلا، فايه حراره قليله على مكان ما فيهوش شعر يعمل ايه؟ ستيميوليشن، يزود الشعر. فالحل ان انا اهبط الحراره بعد الجلسه، يبقى اغسل المكان اللي انا عملت فيه الجلسه بالميه، اكب عليه ميه عشان الحراره تقف. رقم 2 احط كريم مضاد للالتهاب زي البيتاديرم او الفيسيكورت، وبعد كده هحط كريم ترطيب يومي زي كريمات كتيره قوي، الفلامينجو، السكاي كيور، الدوماني لوشن، خاصه لو بستخدم على مكان كبير فهيبقى الدوماني لوشن اوفر بكتير. لو انا بعمل بالاجهزه زي الالكسندرويد وبشرتي غامقه وخايفه يحصل لي اي نوع من انواع الحروق، ممكن استخدم كريم من كريمات الحروق السلفادايزين واستخدم معاه كريم الميبو عشان الالتئام للجروح. السؤال الاشهر اللي بتساله امهات كتيره جدا، يا دكتوره ابدا ليزر للبنات من سن كام؟ هو الحقيقه مفيش حاجه تمنع البنات ان هم يستخدموا الليزر، يعني مش هيحصل لهم اي اعراض جانبيه خالص مع الليزر غير ان هي بس جاست تقدر يعني تبقى مستجيبه مع الجلسه او تتحمل الجلسه. فوقت ما انا عايزه هعمل، بس ابقى عارفه ان لسه الهرمونات ما اتظبطتش، يعني هتاخد عدد من الجلسات اكتر شويه من اي حته تانية. فلو البنوته بشرتها غامقه هاجل جلسات الليزر شويه في الاماكن الغامقه زي البيكيني والاندر ارم. لو البنوته فاتحه وعندها شعر هعمل لها عادي، وهبقى عارفه ان انا هاخر او ان هي هتطول شويه في الجلسات غير اي حد. طب هو ده هيفرق معايا؟ طبعا هيفرق معايا في ان انا اولا ما اخدتش الريسك بتاع السويت والشمع اللي ممكن يعمل التهاب في الجلد وممكن يعمل حروق وممكن هو نفسه يعمل لي غمقان في الاماكن الحساسه. رقم 2 يا جماعه، يفضل ان احنا نعمل ليزر لكل البنات من سن 11-12 سنه لما يبدا شعر الوش يبدا يزيد او شعر الاندر ارم او الايد، لان هي لسه صغيره فبتلبس وهدومها او ايديها عريانه ووشها باين وتروح المدرسه واصحابها بيشوفوها واخواتها احيانا، عشان ما يحصلهاش اي نوع من انواع التنمر او ان حد يضايقها، يفضل ان الاماكن اللي باينه من جسمها نعمل لها ازاله للشعر سواء بليزر او لو عايزه تعملي باي وسيله تانية يبقى نعمل بالشمع ونرطب كويس قوي بعد الجلسه. وما تنسوش دايما ان جمالكم مع دكتوره عزه، ودايما صحتكم بامان مع دكتوره عزه شعبان. اشوفكم دايما بخير وبصحه. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك.
اشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله.